حبايب قلبي، ازيكم؟ عاملين ايه؟ وحشتوني جدا. النهارده زي ما انتم شايفين كده هعمل معاكم الغدا بطريقه سهله وسريعه. هعمل معاكم بانيه ومكرونه وايت صوص باقل الامكانيات. بصراحه يعني انا مستعجله جدا وهشتغل على قد الحاجه الموجوده والمتاحه. زي ما انتم شايفين كده انا عندي بانيه طلعته عشان خاطر طبعا غسلاه، وطلعته عشان خاطر اقطعه كده زي ما انتم شايفين. بطلع الدبوسه اللي هي بتبقى في الصدر ديت. ركنتها على جنب عشان خاطر دي انا هحطها في المكرونة. هقطع البانيه وهغسله غسلة تاني طبعا بعد ما يتقطع. هصفيه كويس وابتدي اتبله. زي ما انتوا شايفين كده انا بقطعه شرايح حلوة، وسط ولا كبيرة ولا صغيرة. انا بحب البانيه يعني يبقى مليان شوية، ما يبقاش رقيق قوي. قطعته زي ما انتوا شايفين كده. هشطفه شطفة سريعة بقى كده واصفيه كويس، وبعدين ابتدي اتبله. اللي في الطبق دوت انا ركنته عشان خاطر احطه في المكرونه. برضو هقطعه زي ما انتم شايفين بقى قطع صغيره كده. هو البانيه طبعا انا غسلاه قبل كده، غسلاه وهو صحيح، لكن انا بحب برضو يعني ايه اشطفه شطفه تاني بقى. زي ما انتم شايفين كده انا قطعته خلاص. هحط بقى التوابل بتاعتي. هحط فلفل اسود، هحط توم باودر وبصل باودر، واظبط الملح بتاعي، واحط معلقه صغيره من بابريكا، واظبط الحياء بتاعي كده. بس زي ما انتوا شايفين حطينا التوابل كده المتاحة، يعني ما اقل الامكانيات. والحاجة كل ما بيكون التوابل بتاعتها قليلة بتبقى طعمها احلى. زي ما انتوا شايفين كده كسرت عليه بيضتين كله مع بعضه كده. يعني بصوا كمان يعني المفروض كنت بشرت بصلايه، لا انا حطيت توم باودر وبصل باودر واستكفيت بكده خلاص. حطيت على الطاسة بقى، ركنت البانيه وحطيت على الطاسة معلقة زبدة صغيرة، والبانيه اللي انا مقطعاه هروح مدياله تقليبة كده. مش بقول لكم مستعجلة؟ كل حاجة كانت استعجال في اليوم ده. عايزين نتغدى وعايزين نخلص بسرعة وعايزين اكل قريب وسهل وسريع. بس كده حبايبي هفضل اقلب فيه لغاية ما لونه يغير. طبعا مقطعة قرن فلفل زي ما انتوا شايفين كده، قرن فلفل سبايسي رومي بقى الوان. انا حطيت المتاح، حطيت قرن فلفل سبايسي، وهديله تقليبة برضو كده مع الملح والفلفل. احط له ملح وفلفل اسود ومكعب ماجي، بس كده مش هحط اكتر من كده. بس بظبط بقى الحياء بتاعي كده زي ما انتوا شايفين، وهركنه على جنب بقى كده لغاية ما ينشف شوية. وانا في الوقت ده كنت سلقة المكرونة. طبعا المكرونة مية مغلية وشوية ملح وشوية زيت، وحطيتها على النار تتسلق. بس هنا حبايبي كان لقيتها دلع شوية، رحت حاطة شوية ملح. حطيت بقى هنا كيلو من اللبن. كان برضو لبن بخيره، لان انا بحب اعملها دايما ببلدي، بس بصراحة ما كانش عندي. وحطيت عليها كوبايتين مية زي ما انتوا شايفين كده. واحط 5 معالق من الدقيق، لان انا عايزة الصوص يبقى خفيف، بس ملياهم يعني 5 معالق مليانين كبار. مكعب ماجي وملح وفلفل. وهقلبهم طبعا كلهم على البارد كده. وبعد ما اقلبه كويس وهتأكد ان الدقيق خلاص داب، هولع النار. انا بعمله ني في ني كده، سريع سريع. بصوا كل حاجة زي ما انتوا شايفين، يعني انا ما شلتش حاجة من الفيديو. هو ده هو ده الوقت، يعني ما خدش فعلا الغدا، ما خدش وقت خالص. غير ان انا بس مجرية الصورة شوية. لكن هو فعلا الغدا كان سريع وخفيف وما خدش وقت، واتغدينا بسرعة. لاني كان عندي الفيديو ده انا مسجلاه بقاله كتير قوي يعني، بس كنت ساعتها مش عارفة مشغولة في ايه، وعايزة فعلا اجي يعني انجز. يعني الفيديو ده عندي بقاله كتير جدا، حتى انا كنت منزله له شورتز من كذا، من شهرين تقريبا. بفرح بقى لما بلاقي فيديو عندي كده جاهز، يا سلام كأني لقيت الدنيا كلها. بصوا بقى هنا الحركة دي. بعد ما عملت الصوص همسك البانيه اللي انا عاملاه للمكرونه، وهروح حطاه على الصوص يلف كله مع بعضه كده.
في قلب الصوص حطيت البانيه اللي انا عملته للمكرونه على الصوص، وهكمل تقليبه كده لغايه ما يلف بقى، لغايه الدقيق بتاعي ما يلف، لاني خلاص يعني البانيه استوى خالص. بعد ما استوى رحت حطاه على الصوص البشاميل. هنا عندي جبنه موتزاريلا، هاخد كبشه حلوه بقى كده كبيره واروح حطاها في الصوص بتاعنا تسيح معاه. بصوا كل حاجه في السريع، بس والله فعلا الاكل كان طعمه حلو. عارفين الوقفة في المطبخ لما بتعملي الأكل للولاد كده وانت بحب كده وفرحانة ومبسوطة ان انت بتعملي لهم حاجة بتطلع فعلا طعمها حلو. فالرضا ده يعني حاجة حلوة قوي. هنا كنت سلقت المكرونة زي ما انتم شايفين كده، وهجيب بقى حلة الوايت صوص دي، بصوا زي ما هي كلها كده على الصينية، واديها تقليبة وادخلها الفرن مش اكتر من 4 5 دقايق. يعني مش هحطها كتير، انا هدخلها تحت الشواية بس كده عشان خاطر ما تبقاش حتى يعني كمان بردت، انا عايزاها سخنة. فانا على بال ما اقلي البانيه دخلتها بتاع 4 دقايق كده، 5 دقايق بالكتير، ورحت مخرجاها على طول تحت الشواية كده. هم عايزينها زي ما هي كده، عايزينها طرية يعني، جوسي كده. هنا شوية فيجيتار بقى، وحطيت الطاسة على النار وحطيت شوية فيجيتار عشان اقلي البانيه. على بال ما الزيت يسخن هكون انا برضو تبلت او عفرت البانيه بالبقسماط كده او بالفيجيتار. طبعا بتك عليه زي ما انتم شايفين عشان خاطر ما يبقاش يقع في الطاسة، يعني يحروق في الطاسة، لازم ننفضه كويس. بنفضه بايدي كده كويس عشان ما يبقاش فيه يعني شوائب او حاجة تنزل في الطاسة توسخ الزيت بسرعة. انتوا عارفين حاجة غالية، لازم نحافظ برضو. بس هنا حبايبي حطيت البانيه يتحمر كده زي ما انتم شايفين. قلبته على الناحية التانية بقى لونه حلو ذهبي كده، وخلاص كانت المكرونة كده انا يعني خلاص طفيت عليها، ما خليتهاش كتير لان انا مش عايزاها تشرب عايزة الصوص زي ما هو كده جوسي كده حلو كتير فيها. بطلع البانيه خلاص. هنا بقى انا كنت ببتدي بقى ايه، اجهز خلاص الاكل. الحمد لله كده يعتبر خلصت. البانيه ما بياخدش وقت خالص في القلية بتاعته. بقلي بقية البانيه بقى كله كده زي ما انتوا شايفين، وخلصت المكرونة. وكان غدا حلو وسريع، وفعلا يعني انا اليوم بتاع البانيه ده انا ما بقفش في المطبخ يعتبر كتير. اقرب حاجة واسهل حاجة ممكن تعمليها ايه؟ بانيه ومكرونة. زي ما انتوا شايفين بصوا الصينية خلاص خرجت من الفرن اهي، والبانيه قليته. شوف مع بعض بقى، بصوا المكرونة والله فعلا كانت جميلة جدا. مع انها ما فيهاش اي حاجه، يعني انا مش متكلفه زي ما بيقولوا، بس طعمها حلو. ده كده كان نهايه الفيديو بتاعي، يا رب يكون عجبكم، يا رب ما كنتش طولت عليكم. ولو عجبكم الفيديو ما تنسونيش باللايك الحلو والسبسكرايب. تعالوا كلوا معانا مكرونه، بصوا والله طعمها جميل. بص تستاهل لايك ولا ما تستاهلش؟ حاجه سريعه وما خدتش وقت وفي الانجاز. ايه رأيكم بقى في الفيديو بتاعنا النهاردة؟ كان فيديو حلو وسهل وسريع وما خدش وقت، للناس المستعجلة، الناس الموظفة، الناس اللي ما عندهاش وقت تقف كتير في المطبخ. ما تنسوش اللايك الحلو. يلا اشوفكم في فيديو جديد، باي باي.